تتسم العلاقة بين الملك الحسن الثاني وأحمد عثمان بأنها كانت علاقة استثنائية ومليئة باللحظات المؤثرة. أحمد عثمان الذي كان صهر الملك الحسن الثاني بزواجه من الأميرة لالنزا شقيقة الملك، كان قريبا جدا من الملك على المستوى السياسي والإنساني. هذه العلاقة بدأت منذ أيام الدراسة في المعهد المولوي، حيث كان زميلين، واستمرت لتصبح صداقة قوية. أحد أبرز اللحظات التي جمعت بين الرجلين كانت عندما طلب أحمد عثمان يد الأميرة لالنزا للزواج، حيث عرض الأمر على الملك الحسن الثاني الذي وافق على هذا الزواج. وهذا الحدث يعكس الثقة المتبادلة بين الرجلين. على المستوى السياسي، أحمد عثمان تولى منصب الوزير الأول في فترة حساسة من تاريخ المغرب، وكان له دور سياسي كبير في تنفيذ سياسات الملك الحسن الثاني. ورغم التحديات، استطاع أحمد عثمان أن يكون أحد الشخصيات البارزة في المشهد السياسي المغربي، مما عزز مكانته لدى الملك. حكى الراحل محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق ترى في أحد المجالس الوزارية التي كان يترأسها الملك الراحل الحسن الثاني في أواسط الثمانينات، كانت الحكومة يومها تتكون من وزراء معروفين بكاريزما قوية وليست على شاكلة الوزراء الحاليين. قال أحمد عثمان وهو آنذاك وزيرا أولا، وكان النقاش يدور حول أحوال البلاد التي لا تصر قديما وحديثا. وفجأة قال عثمان وهو الرجل المحافظ وابن دار المخزن، موجها كلامه إلى الملك الحسن الثاني في لحظة جرأة نادرة: جلالة الملك، إن البلاد تحكم بشكل سيء. كان ذلك قولا ثقيلا، لأن جل الوزراء لم يكونوا يجرؤون على النظر في عين الملك، فما بالك بمصارحته بكلام ثقيل كهذا؟ رد الحسن الثاني على وزيره الأول لم يتأخر، قال له على الفور وبنبرة لم تخلو من الغضب: لا أبدا، البلاد تسير بشكل سيء. وطبعا هناك فرق جوهري بين الحكم باعتباره اختيارا ملكيا وسياسة تدار، وبين الإدارة والتسيير باعتبارهما من اختصاص الحكومة والوزير الأول والوزراء. لقد حاول عثمان إلقاء الكرة في ملعب الملك وتحميله مسؤولية ما يقع، لكن الحسن الثاني بدهائه أعاد الكرة إليه مباشرة وبضربة مقاس. ساد الصمت في القاعة، ولم يفق أحد من وقع الصدمة إلا والحسن الثاني يرفع الاجتماع. وكانت لفتة عثمان هذه وما بعدها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.